ولست أتحدث عن ضعف روحي، فهي تصبح مرعبة حينما تضعف، لأن الإنسان المكسور ليس هو الإنسان الضعيف. الإنسان المكسور هو ذاك الذي قاتل كثيرا أكثر مما يعلم الناس، هو الذي ابتسم وهو ينهار وقال أنا بخير وهو يحمل فوق قلبه جبالا من التعب، هو الذي خذلته الحياة مرات ومع ذلك ما زال واقفا. إذا كنت اليوم متعبا، إذا شعرت أن روحك أثقل من جسدك، تذكر شيئا واحدا: أنت لم تصل إلى هنا عبثا. كل معركة مررت بها كانت تصنع نسخة أقوى منك، كل دمعة خبأتها كانت تطهر شيئا داخلك، كل خيبة كانت تعلمك من يستحق قلبك ومن لا يستحق حتى وقتك. لا تخف من انكسارك، أحيانا الله يكسرنا من المكان نفسه حتى يدخل منه النور. انهض ولو ببطء، تنفس ولو بصعوبة، لكن لا تستسلم، لأن النسخة القادمة منك ستشكر هذه النسخة المتعبة التي رفضت أن تموت. برج العقرب، إذا وصلت لهون فاعرف أن روحك هي المقصودة بهذه الرسالة، لأن الظاهر بالطاقة مو مجرد تحسن، اللي ظاهر هو انقلاب كامل عم يصير مع العقرب. اسمعني منيح يا عقرب، أنت مو داخل على أيام عادية، أنت داخل على فترة رح تخليك ترجع تنظر للماضي وتحكي بينك وبين نفسك: معقول أنا كنت مفكر أن الوجع رح يظل الأبد؟ مستحيل. الكروت الطاقة والجفر كلهم متفقين على شيء واحد يا عقرب: العوض جاي بطريقة رح تخليك تنسى حجم التعب اللي مريت فيه. في باب تسكر بوجهك، باب تسكر بوجهك من زمان، باب كنت تبكي عليه وتفكر انه نهايتك، بس الحقيقة الله كان عم يمنع عنك شيء اصغر من قيمتك حتى يفتح لك باب اكبر بمرات. العقرب هون ما عم يرجع يقف فقط، العقرب عم يرجع بسطوة، في رزق، في مو بس رزق عادي، رزق راح يخليك تحس بالأمان بعد خوف طويل، في فرصة أو شغل أو باب نجاح راح يخلي الناس اللي كانت تشوفك منتهي ترجع تراقبك بصمت وذهول. وفي شخص تحديدا يا عقرب راح يكتشف متأخر جدا إنك كنت النعمة اللي ما عرف يحافظ عليها. عاطفيا هون الطاقة نار وشرار يا عقرب، في قلب كان مطفي وراح يرجع ينبض من جديد، في حب قدري ظاهر بقوة، حب مو مبني على اللعب والتردد، حب راح يخليك تحس انه روحك اخيرا لقت مكان ترتاح فيه. الكروت تعطي احتواء، امان، اهتمام ورسالة واضحة. العقرب لن يبقى وحيدا كما كان، وفي لقاء او رسالة او رجوع راح يوقظ مشاعر كنت مفكر انها ماتت يا عقرب. بس الاهم من كل هاد انه العقرب راح يرجع يحب نفسه. وركز من هون، ركز منيح هون يا عقرب، لأن هي أقوى بشارة بالقراءة كلها. النسخة القادمة منك أخطر وأجمل وأقوى من كل النسخ السابقة. أنت مو عم تتغير لأنك ضعفت، أنت عم تتغير لأن روحك تعبت من حمل الألم وصارت مستعدة تستقبل النور. في شفاء داخلي عم يصير بدون ما تنتبه، في خوف عم يطلع من قلبك شوي شوي، وفي طاقة جديدة داخلة لحياتك، طاقة إنسان عرف قيمتك أخيرا. راح تلاحظ إنه نفسيتك أخف، حدسك أقوى، حضورك صار ملفت، والناس صارت تحس بهيبتك حتى بدون ما تحكي. وفي أمنية يا عقرب، ايه أمنية، هي الأمنية اللي كنت تحكي عنها مستحيلة. الجفر عم يوضح انها اقرب مما تتوقع، بس الكون عم يطلب منك شيء واحد بس: لا ترجع للشخص اللي كان يركض وراء حب ما بيشبهه، لا ترجع لهذاك الشخص اللي كنته يا عقرب، ولا ترجع للشخص اللي كان يشك بنفسه كل يوم، لأنك اليوم مو نفس الإنسان القديم. أنت نجوت من أشياء كانت كفيلة تكسر غيرك بالكامل، ومع ذلك ما زلت هون واقف على رجليك. والرسالة السماوية الأخيرة إلك: ما ضاع صبرك وما نسي الله دموعك يا عقرب، وكل تأخير كان لحظة تحضير لشيء أكبر مما تخيلت يا عقرب. إذا حسيت الكلام لمس روحك اكتب لي بالتعليقات أنا جاهز للعوض، لأن الطاقة اللي جاية مو مجرد فرحة مؤقتة، هي راح تكون ستارت، بداية حياة جديدة كاملة لك يا عقرب. بالتوفيق.